ملايين السوريين قبلوا التحدي فأسقطوا كل الرهانات، وفرضوا على الإعلام الغربي الذي تجاهلهم عمدا في بداية العدوان على سوريا، فرضوا عليه أن يتحدث باستفاضة عن الفيضانات البشرية في الخارج والداخل التي تسابقت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية. BBC البريطانية نقلت الصورة من داخل مركز اقتراع في دمشق معلقة بأن توقيت الانتخابات يعكس الثقة الكبيرة بالرئيس بشار الأسد. وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية نقلت من الميدان الانتخابي ونقلت عنها معظم المؤسسات الإعلامية الأمريكية مشهد اصطفاف طوابير طويلة من المقترعين أمام المراكز. مجلة تايم الأمريكية علقت: رغم كل التهديدات لم يحل شيء من دون إجراء الانتخابات في سوريا. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن أن الدافع لدى بعض السوريين للانتخاب هو تسجيل موقف ضد المجموعات المتطرفة والتعبير عن استيائهم منها ومن ممارساتها. The Washington Post الأمريكية رأت أن السوريين انتخبوا الرئيس الأسد وبينوا فشل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها. أما صحيفة The Guardian البريطانية فرأت في مشهد الانتخابات إرادة سورية تقول: لقد بقينا على قيد الحياة وها نحن ننتصر. صحيفة نيويورك تايمز ركنت إلى أن فوز الرئيس بشار الأسد بالانتخابات دليل على فشل المعارضة وداعميها. ومن ضفة الإعلام العربي تحدث الكاتب الأردني ناهض حتر في صحيفة الأخبار اللبنانية عن الإهانة المذلة التي وجهها السوريون للتحالف الغربي الخليجي التركي، وأضاف بقوله: أي مهزلة تلك التي يتحدى فيها ملايين البشر التهديدات الإرهابية والقصف العشوائي بالهاونات واحتمال انفجار المفخخات للمشاركة في انتخابات في بلد يعاني حربا ضروسا منذ أكثر من 3 سنوات. إنها بالأحرى ملحمة.